معي الأخت أم فهد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا تعبت قبل سنة. أنت إيش؟ تعبت قبل سنة. أيوة تعبتي يعني مثلا. عين. طيب. وتعبت يا شيخ لحد الآن أعاني منها. ما ترى بأس إن شاء الله يا أم فهد. تفضلي، وش الأعراض اللي عندك أم فهد؟ أعراض عندي خوف شديدة. أيوة. وبرودة في جسمي. أيوة. ولا أقدر أصلي أوسوس، والقرآن ما أقدر أقرأ أصلا. أيوة. الوسوسة عندك وش طبيعة الوسوسة أم فهد؟ أي شيء. يعني توسوسين في عدد الركعات في كذا؟ أيوة فقط. أحيانا أنسى كم أحط ركعات، يعني أحيانا يكون عندي نسيان بالمرة، أنسى أي شيء. طيب ووقت الرقية يا أم فهد إيش تشعرين؟ أما لا حسيت بالرقية أتعب. أي مع الرقية خصوصا إذا سمعت الشيخ خلاص أتعب كثير يا شيخ لحد الآن. أيوة. وأنت تروحين تقرأين عند الشيخ؟ أحيانا لا. وأحيانا نحاول إني أقرأ في البيت بس ما أقدر، ما أستطيع مرة. القرآن ما أشوف، أخذ صوت السطرين خلاص. أوقات إيش؟ عفوا. أقرأ أحيانا أروح للشيخ وأحيانا لا أقرأ في البيت، بس ما أشوف كثير. إيه لكن أنت تقدرين تقرين يا أم فهد في البيت؟ أقدر يعني بس مو كثير يا شيخ والله. أحيانا أشوف خلاص أحصل لي بصداع، أحس عيوني توجعني، ما أشوف القرآن مرة. طيب أنت إيش تشعرين؟ دائما مركز زي رجولي. أم ندى الآن تشعرين أم فهد عفوا، تشعرين بشيء الآن أنت؟ أيوه. إيش تحسين، ضيق ولا إيش؟ أحس بضيق، أحس إنه بيغمى علي. هذا من قبل بعد ما اتصلتي الآن ولا من قبل معك؟ لا أول ما سمعت صوتك على طول. هذا بس كنت تتابعين برنامج أم فهد من قبل حلقات سابقة؟ أيوه. ويجي عندك التعب هذا؟ يزيد التعب عندي ويزيد الخوف. ايوه ان شاء الله ما يكون الخير ام فهد، ما يكون. طبعا ايام رمضان مفترض هذه الايام تكون انت فيها قويه وتكثرين من قراءه القران وتكثرين من العباده والذهاب للمسجد. تروحين المسجد ام فهد ما عندك مشكله تدخلين؟ اروح المسجد بس المساجد بعيده، انا اضطر اني اجلس في البيت، بس المساجد ما. لكن اذا رحتي المسجد تشعرين براحه، تشعرين بتعب شديد او راحه؟ احس اني مرتاحه. ايوه. طيب ام فهد اقراي الفاتحه اسمعها منك الله يحفظك. تفضلي ام فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا منعول يا كلب. يا أم فهد تعوذي من الشيطان. والله جيت عليك إني أمتع لي حيث عندك. أم فهد كلميني، اتركي عنك الخبيث هذا الخسيس سيندحر بإذن الله عز وجل. أم فهد. خبيث في عينك. اللهم المستعان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. أم فهد. أقول لك انطم. أخ سعد. الشيخ عبد الرحمن تقدرين. أخ سعد والله، أخ سعد والله سيدمرك كتاب الله وآيات الله عز وجل. القرآن العظيم لو أنزل على جبل. الثانية أقتل يعني، المرة الثالثة هي نهاية علي دي الكلب المنعول. الله المستعان، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه. أم فهد. أقول لك انطم ولا أم فهد. أم فهد كلميني أم فهد. أم فهد بارك الله فيك تكلمي معي. أنا بدخلت فيها ومستحيل أطلع، طلعني مرتين وهذه الثالثة ومستحيل أتنازل أطلع منها مهما كان، أموت معها وما تنموت. ما تتقي الله عز وجل؟ ما تتقي الله عز وجل؟ أما تخشى أن هذا ظلم؟ ما تعرف أن هذا ظلم؟ ما تعرف أن الله عز وجل بالمرصاد؟ ما تعرف أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعل بين عباده محرم؟ لا تفكر أنك بعيد في الرياضة أنك تنجح. قريب تسمع بوفاته ولا بحدا أطفال ميت. الله المستعان. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تستمر إن شاء الله أم فهد على آية الكرسي بإذن الله عز وجل، ستكون صاعقة وتدمر كل عوارض خبيثة في جسدها. كل العوارض الخبيثة بإذن الله عز وجل تدمر بقوة إيمانك. أم فهد. نعم لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل. أم فهد الله يحفظك ويشفيك، ما ترين بأس إن شاء الله تعالى. اللهم اسمع منك. أم فهد أنت كنت تشعرين بنفسك قبل قليل؟ لا يا شيخ. تذكرين الكلام اللي بدر منك قبل قليل أم فهد؟ لا. ما كنت تشعرين بنفسك إطلاقا؟ لا. ما ترين بأس الله يحفظك. لكن ثقي أم فهد، العارض الخبيث اللي معك هو ضعيف جدا، سيندحر بأمر الله عز وجل. طالما أنه بهذه السهولة يحضر عليك ويتعب، هذا يدل على ضعفه بإذن الله عز وجل. وهذا يدل أم فهد يدل على أنك أقوى منه، يدل على أنك أقوى منه وقادرة على التأثير. بتستمرين فقط على آية الكرسي وعلى المعوذات وعلى آيات المس وعلى يعني تطويل السجود أثناء الصلاة، وبإذن الله عز وجل سيندحر هذا الخبيث، سيخرج مع الخبث
ومع الرجس بإذن الله عز وجل. أم فهد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم فهد، تشعرين باستفراغ الآن؟ ايوه. ها؟ ايوه. طيب تشربين الماء المرقي باستمرار؟ ايوه. الله المستعان. طيب اقرأي يا أم فهد، اقرأي، خليني أسمعك أم فهد. اقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارجوك يا شيخ ما أصدق، ارجوك. حاول لو الكرسي، فقط الكرسي يا أم فهد. اقرأي الكرسي يا أم فهد. اقرأي، سترين الأثر. والآن بعد ما تخلصين الآن أو تقفلين السماعة، اشربي ماء مرقي 5 كاسات أو 6 كاسات دفعة واحدة، وخذي معها عسل وزيت زيتون يا أم فهد، وبإذن الله سوف ترين خير عظيم بإذن الله. يلا اقرأ يا أم فهد، اسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي، يلا. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أحسنتي، ما شاء الله، جميل. لا تأخذه سنة ولا نوم. أيوة. لا تأخذه سنة. لا تأخذه سنة ولا نوم. أيوة. له ما في السماوات وما في الأرض. جميل. له ما في السماوات والأرض. أيوة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما شاء الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. أي جميل. ولا يحيطون بشيء. ولا يحيطون بشيء من علمه. أيوة جميل. الذي ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. أحسنتي. ولا يؤود حفظهما. أحسنتي، ما شاء الله، ما شاء الله. ولا يؤود حفظهما والعلي العظيم. أحسنتي، ما شاء الله، ما شاء الله. شفت إنك قوية يا أم فهد، شفت إنك قادرة بإذن الله عز وجل. يلا اقرأي قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قولي قال اخرج منها مذءوما مدحورا. يلا أم فهد. أم فهد قولي قال اخرج منها. ها؟ قال اخرج منها. قولي معي أم فهد. أم فهد. أيوة. قال اخرج منها. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما مدحورا. مذءوما مدحورا. يلا أم فهد، أم فهد استني بالله. يطرد فيها وانا 9 سنوات وانا اطرد وراها. يلا أم فهد. قال اخرج منها. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قولي معي أم فهد. كلب. قولي يلا يا أم فهد. قال اخرج منها. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. لا اله الا الله يا ربي يرحمني خلاص. ما شاء الله أم فهد، ما شاء الله عليك. سيرحمك بإذن الله عز وجل ما دمت بقلب صادق وبيقين بأن الشفاء من الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت عارف أم فهد الله عز وجل في لحظة يعني هذا الشيطان يتدمر بأمره عز وجل إذا أراد لك هذا، وسيكون بإذن الله عز وجل. لكن هذا ابتلاء أنت مأجورة عليه، أنت مأجورة عليه على احتسابك الأجر وعلى صبرك وثباتك. تذكرين يعني قصة المرأة اللي كانت تتكشف وتصرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصبري ولك الجنة، وأنت بإذن الله تصبرين ولك الفرج ولك الجنة بإذن الله عز وجل. لك الفرج في الدنيا ولك إن شاء الله تعالى الجنة في الآخرة. يا فهد يا شيخ طيب يمكن حوالي 4 سنوات و5 سنوات وأنا أعاني من التعب. لا سيخرج منك، سيزول أم فهد، لكن ربما كان هذا ثغرة في حياتك في فترة سبقت، تقصيرك في التحصيل أو شيء، لكن الآن أنت تحرصين على نفسك وسيزول بإذن الله. في أي مدينة أنت أم فهد؟ في مدينة الباحة. في الباحة. طيب ايوه جميل. وانت الفترة هذه يعني حريصة على نفسك وحريصة على التحصيل يعني حضورك للمجالس كلها مجالس طيبة وما عندك ان شاء الله تقصير. الحمد لله. ايوه الحمد لله. طيب وكيف انت في السجود يا ام فهد؟ اذا سجدتي وطولتي في السجود كيف تشعرين؟ يجيني صداع على طول. لابد تطولين في السجود ام فهد. اعظم ما يؤذي هذا الخبيث السجود، التذلل لله عز وجل، العبودية، تحقيق العبودية لله عز وجل. الشياطين هدفهم الإغواء والصد وهم بطبيعتهم متمردون. أنت بإذن الله إذا حققت في داخلك العبادة ونميتي هذا الشعور في داخلك من خلال الصلوات والأذكار، لكن السجود أعظم ما يعني يكسر حدة الشيطان ويكبت بإذن الله عز وجل. أدعو الله. أنا طولت في السجود يجيني صداع على طول في راسي. لا استمري يا أم فهد، استمري. هذا قد يكون المرة الأولى والثانية والثالثة فترة، ثم بعد ذلك بتشوفين أن السجود يعني سيكون هو راحة لك بإذن الله عز وجل. والله يا شيخ اني امتنعت ما عاد اقدر اروح للشيوخ، امتنعت مره ما عاد اقدر. لا يعني لما اشوف نضارب يقول زوجي ما تشوفين متضاربين، صعب هذا. الله المستعان، الله المستعان. لكن على كل حال انت اقراي في البيت ويقرا عليك زوجك، ياخذ الايات سواء من القناه او من بعض الكتيبات اللي موجوده في السوق، ويقرا عليك ايات الحسد وايات المس، وباذن الله عز وجل تشوفين خير عظيم باذن الله. ان شاء الله. طيب ام فهد خلي رقمك مع الكنترول وان شاء الله يتواصلون معك هم ببعض الاشياء اللي تفيدك باذن الله. ان شاء الله.